بسم الله الرحمن الرحيم. الاولى نشكر اللاعبين على الروح القتاليه تاعهم تاع المقابله اليوم اللي وين كانوا يحوسوا باش نخلوا 3 نقاط ونكونوا في المراكز الخمسه الاولى في مرحله الذهاب. الحمد لله لحد الساعه المشوار تاعنا كيما راكم تشوفوا راه طيب وحققناه بمجهود الجميع وين كانت الاداره واقفه واللاعبين والجمهور هذا اللي انحرمنا منه باش نكونوا في الملعب تاعنا. مي الحمد لله لا فاز روتور نكونوا في الملعب تاعنا ونكونوا نزيدوا نواصلوا على هذه النتائج اللي رانا فيها اللي ما كناش كان الناس ما كانتش متوقعه باش نكونوا نديروا نتائج كما هذه. والحمد لله بتضافر الجميع بتضافر كاع الناس حققنا اللي كنا نصبوا ليه ونتمنى باش نعاودوا نديروا بون بريباراسيون في هذه المرحله تاع العوده ونكونوا واجدين باش نعاودوا نكملوا المرحله الثانيه وين يكون هدف ثاني مسطر بين الاداره والطاقم الفني ونصبوا اليه احنا ان شاء الله وين تكون نتيجه في اخر مشوار تاع البطوله هذه ان شاء الله. واش رايك في العوده تاع هشام بن مغيث؟ هشام بن مغيث العوده تاعها كانت ولا بد منها نظرا للسوق تاع التحويلات وين ما تلقاش دي زاتاكون ما كانش اون ايكيب تعطيك لي جوار الميور جوار تاعها ما غاديش تلقى في السوق. وين نظرنا للمصلحه تاع الفريق ودرسنا القضيه هذه درسناها تقريبا هذه شهرين وين كنا نوجدوا فيه باش بن مغيث يعاود يولي معنا والحمد لله ولا هو ماهوش غريب على الفريق هو ولد الفريق واندمج فاسيلمون مع ليكيب وكان عندها الحظ وين دخل وين زاد سجل الهدف تاع الفوز. هذا شرف ليه هو والجمهور اللي كان ثاني يطالب فيه والحمد لله. غادي يضروا الحاجه اللي متفائلين بها سيكو غادي غادي نولوا ان شاء الله لاستادنا ونشوفوا الجمهور الحقيقي تاعنا في الملعب تاعنا ان شاء الله.